هاي بتول، ازيك؟ هو ازيك؟ احنا عامل جينا لك ايه؟ في وقت مناسب صح؟ طبعا. مبدئيا مبروك على المسلسل. ميرسي. اما الممثل بيكون خريج تمثيل ودارس بيبقى ليه بصمه مختلفه. الحمد لله. قولي لي انت بصمتك في انه مسلسل حاسه ان انا فعلا اديت هنا كويس في لحظه ولا في وتقابل حبيب؟ بص، الحمد لله حاسه اني عملت اللي عليا في الاثنين، بس في لحظه بالنسبه لي الدور كان مختلف تماما عن كل الحاجات اللي عملتها، فكنت عارف لما تبقى بتستمتع حبه زياده او بتبدع حبه زياده، فده كان احساسي اكتر في لحظه يعني. انما في وتقابل حبيب عارف انت محوش كل طاقتك في الكاركتر لحد حته معينه، فاهم قصدي؟ انما في ساره من A to Z في الكاركتر انت بتتبسط، يعني انت بتستمتع. ايه اللي كان مميز في شخصيه ساره حمسك جدا عشان تأدي الدور؟ ان هي بالنسبه لي شخصيه شريره وذكيه وشكلا وموضوعا مختلفه عني تماما، ومختلفه عن كل الحاجات اللي انا اشتغلتها قبل كده، دايما ادوار طيبين وكيوت ومغلوبين على امرهم، انما هي كانت شريره قوي وبتاعت مصلحتها وفاهم تلعب على كل الحاجات، فكانت شخصيه غنيه يعني، حتى مكتوبه حلوه قوي يعني. المؤلف هشام هلال بصراحه كل كاركتر من الكاركترز بتاعت المسلسل انت كممثل وانت بتقرا انا عايز اعملهم كلهم، يعني انا عايزه امثل كل دول، فكان خطير يعني ما شاء الله. طب بتقول انت لو قابلتي شخصيه زي ساره في الحقيقه هيكون تصرفك معاها ازاي؟ حاسه ان انا هصاحبها، يعني حاساها مفيده ذكيه كده، فاهم؟ شريره جدا. بس يعني ما احنا نتقي شرها بقى. يعني عرفنا صاحبها بس مش قوي يعني. في رمضان دايما الناس بتبقى بتجري ورا المسلسل اللي بتشوفي حاجه مختلفه. انت حسيتي ايه الاختلاف اللي هيكون في تقابل حبيب عشان يتشاف؟ اوكي بص، انا بالنسبه لي بصراحه وتقابل حبيب كانت فرصه انه انا اشتغل مع ياسمين عبد العزيز، هي نجمتي من وانا عيله صغيره يعني. انا اصلا دخلت امثل ودخلت المعهد وبتاع عشان بالنسبه لي ياسمين عبد العزيز بتعمل اعلانات وبتمثل ومش عارف ايه والحاجات دي، فبالنسبه لي اول ما اتعرض عليا المسلسل ان هو معاها، فاللي هو يا جماعه انا موافقه من غير ما اعرف اي ديتيلز، فاهم؟ بلس بقى ان هو مع استاذ عمرو محمود ياسين ومحمد خبيري، الاثنين ما شاء الله شاطرين قوي، وبرده كان نفسي قوي ان انا اتعاون مع استاذ عمرو محمود ياسين، فبالنسبه لي كان كومبو كده عارف بيرفكت يعني، احسن اختيار. الكاركتر كمان والتويست اللي في الكاركتر هي كان المفروض تبقى بدري شويه، بس طبعا انت عارف الحدوته بتتغير واحنا ماشيين، ده طبيعي. فكل ده كان محمسني قوي يعني للمسلسل. قولي لي حاجه اكتشفتيها في ياسمين عبد العزيز وقت تصوير المسلسل وانتوا اكتر مشاهدكم مع بعض. هي بتبان في العادي بتضحك كتير وبتهزر كتير والحاجات دي، وده معروف عنها جدا وان هي كوميديانه، بس هي وقت الشغل عارف اللي هو بتخوف. يعني عارف انت الناس اللي هو عارف بابا جه، عارف انت الاحساس ده، خلاص لا هي وقت الشغل بتتحول. انا اصلا كده يعني، انا في العادي برضو بهزر وحاجات، بس وانس ان احنا بنشتغل ببقى بني ادمه تانية اصلا يعني. بتقول ما لعبتش كوميدي قبل كده خالص؟ هموت واعمل كوميدي. ليه؟ ايه اللي منعك لحد والله دلوقتي؟ مش عارفه، هم بيحطوني في ادوار الناس الطيبين وانا مش طيبه والله. يعني انا اصلا مش طيبه، بس فلا انا اكيد لو جالي حاجه كوميدي هجون جدا يعني. بتقول انت دايما اكتف على الانستجرام والسوشيال ميديا، فوتو سيشنز كتير، والميك اب بيغير شكلك بين صوره والتانيه. ايوه انت بتبقي قاصده ده؟ لا انا مش ببقى قاصده ده والله، بس انا عايزه اقول لك ان ده عامل لي كارثه يعني. انا في ناس مش بتعرفك. ايوه انا عندي على فيسبوك بيج مثلا بنزل في لحظه وبنزل وتقابل حبيب، الناس اصلا مش مقتنعه ان دي هي دي، هو ده فان بيج بقى لحد ده مش عارف ايه، فاهم؟ بس دي حاجه بتخليني مستمتعه صراحه يعني. طيب حاسه لو عايزه تعملي كوميدي تمثلي مع مين اول بطوله ليكي كوميديه؟ لا انا ممكن اشتغل مع مين كمخرج يعني، هموت اشتغل مع معتز التوني اللي هو بيقول لك اصلا مش بيقول اكشن، بيقول يلا نفرح، فاهم؟ فده انا هموت واشتغل معاه. استاذ احمد الجندي، ناس كتير قوي يعني. دول كمخرجين، لكن كممثلين مين؟ كممثلين لا تقريبا احنا عندنا ما شاء الله ثروه في الكوميديا في مصر يعني. انت حابه تمثلي مع مين؟ هشام ماجد مثلا جدا، لانه كوميديان ذكي يعني. اغلب الناس اللي بتلعب كوميديا بتلاقيها عندها حته انانيه كده شويه، انما هو كوميديان ذكي يعني، بيديك انت كممثل، او احنا شفنا ده في اشغال شقه جدا مثلا مع مصطفى غريب، بيديه مساحه انه هو اللي بيفرش له الافيه يعني، بلغتنا احنا بقى كناس دارسين او كذا، هو بيفرش له الافيه ويخلي مصطفى هو اللي يقول الافيه وياخد الضحك كله وبصفاء نيه، فاهم قصدي؟ بس فمن الممثلين الكوميديين الذكيين قوي يعني. بتقول شايفه ممكن حد يبقى في الحقيقه دمه مش خفيف ويعمل كوميدي؟ طبعا. بالكتابه بص هو الكوميديا اصعب من الدراما بكتير، او من التراجيديا زي ما بنقول بكتير، فلو هو مخرج شاطر ولو الورق بيرفكت لا يقدر يطلع، وده ممثل حقيقي شغلته انه ممثل، لا طبعا يقدر يعمل كوميديا وتبقى
تبقى هايله كمان. طب من ادوارك كلها اللي انت عملتيها بقى، قولي لي ايه شخصيه منهم قريبه منك قوي؟ تقريبا ولا واحده. ولا واحده؟ والله العظيم ولا واحده. هم يا ناس طيبين قوي يا ناس اشرار قوي، فانا ولا كده ولا كده. ناس كتير وكومنتات على السوشيال ميديا بتقول انت ممكن تبقي براند لماركه مشهوره كبيره، ممكن تعملي ده؟ طبعا عادي. انا اصلا بحب قوي ان انا اعمل شوتس واتصور والحاجات دي كلها، بستمتع جدا يعني بالموضوع ده، فاكيد مش هيبقى عندي اي مشكله. قولي لي مين في الممثلين بيمشي على ريد كاربت وشايف ان الاوتفيتس بتاعتها افضل ممثله على الاطلاق شفتيها؟ ده سؤال صعب قوي عشان بقالنا كتير ما شفناش ريد كوربت. بس لا، احنا عندنا دره مثلا خطيره في ريد كوربت، بحسها كوين اوف ريد كوربت، يعني هي دايما بيبقى افضل اختيار. مين تاني؟ لا مش في دماغي قوي حد دلوقتي، بس هي بالنسبه لي دره ايكون في الفاشن يعني. لو لابسه فستان ومقتنعه بيه جدا وحد قال لك لا ده ما ينفعش تنزلي بيه لاي سبب من الاسباب، اوكي، هتنزلي برضه وتعملي في دماغك ولا لا؟ لا انا اصلا جوزاء، فانا ممكن ابقى موافقه على الفستان وانا على الباب ارجع اغيره عادي جدا من غير ما حد يقول لي، يعني انا بتردد جدا في العادي. ممكن تلبسي اوتفيت مرتين؟ انا عادي، انا كبتول عادي. انا عارفه انه في ناس مش بتعمل كده، بس انا كبتول عادي. مع ولا ضد ان الناس تعمل دريس كود للمهرجانات بالذات؟ لا مع طبعا، لانه في اوقات في المهرجانات بنشوف حاجات يعني شبه الميد جالا كده، مع اننا مش في الميد جالا، يعني احنا مثلا في مهرجان عادي في مصر. بتقولي قولي لي اول انطباع بيتاخد عنك ايه اول ما الناس تشوفك؟ لا مش عارفه. انت مش عارفه خالص؟ انت مخيف جدا. احنا ممكن نسال الناس. طب انت ايه حاجه في شخصيتك عايزه تغيريها، او عايزه حاجه تقولي لا بلاش بتقولي تعملي ده تاني؟ حاجه في شخصيتي، انا بتعصب بسرعه جدا مع انه مش بيبان عليا، يعني بتعامل فاهم بلذاذه قوي، بس فجاه بتحول جوزاء بقى يعني. بس بتقول قولي ايه اعمالك الجايه؟ ان شاء الله في سينما فاينل، يعني عشان كان بقالي كتير قوي. انا ابتديت اصلا سينما، بعد كده فجاه دراما، فان شاء الله سينما قريب، بس مش هقدر اقول اي ديتيلز دلوقتي. وان شاء الله برضو في حاجه مسلسل دراما يعني في الاوف سيزون، بس برضو مش هقدر اقول اسامي اي حاجات دلوقتي. طب بتقول امتى تقولي انا جاهزه للبطوله المطلقه، انا هعمل بطوله مطلقه ومش هعمل ادوار تاني سنوات او ادوار تانية؟ بصراحه انا مش من الناس اللي هي هتموت على فكره البطوله المطلقه دي خالص، يعني انا عندي اعمل حاجه مؤثره انا بقى بتبسط بيها، الناس اللي بتتفرج تبقى بتتبسط بيها، ده بالنسبه لي حلو قوي. بالنسبه لي حلو قوي ان الناس مثلا نسر سعيد كان في 2016 الناس لسه ما تشوفني في الشارع بتقولي صفيه، فده بالنسبه لي تحفه يعني، عسل قوي على راي كريم فهمي، فاهم؟ فده بالنسبه لي عسل قوي يعني. مع ولا ضد ان الناس تعيد ادوار قديمه او افلام قديمه تاني؟ لا مش ضد، عادي. حاساها ممكن تطلع حاجه لذيذه وممكن تقلش، يعني زي اي عمل، فاهم؟ انت لو هتعيدي دور قديم ليكي انت لاقي على شخصيتك، تحبي تعيدي دور مين؟ لا تصدق ده سؤال حلو قوي. ده محتاج تفكير ده. لا مش عارفه. انت بتحبي قصص ايه افلام قديمه نفسك تتعاد مره ثانيه؟ انا اصلا بعشق الافلام القديمه، انا بحب قوي كل افلام فاتن حمامه تقريبا، وبحب كمان افلام فاتن حمامه وهي كبيره، يعني مثلا الخيط الرفيع، افواه وارانب، الحاجات دي حاجات اللي هي مش موجود، الدراما اللي مش موجود زيها دلوقتي دي، فاحب قوي ان انا اعمل حاجه شبه كده. حد قال لك ان رسمه عينيكي اصلا شبه فاتن حمامه؟ ربنا يكرمك. انا بتمنى لك كل التوفيق. ميرسي. وبتقول انت منوره دايما الشاشه. ميرسي. وعايز اشوفك بقى ايه في ادوار تانية اكبر. اكيد نورتي ان شاء الله. ميرسي، ربنا يخليك.